حبيبي ما ندير لك سلطة ولقيت بدموع طابور شفار طابور شفار الله ينصرك يا ملك الأمة المغربية فرحانة يا مالك ودمعة في عيني أبو فرحة يا مالك. شكرا. سهير بن سيحان عيشة رئيسة جمعية الحكمة للتضامن الاجتماعي بمناسبة عيد الميلاد سمو الأميرة لاله خديجة ومناسبة عودة المغرب للاتحاد الإفريقي. درنا هذا الحفل بهذا الحفل بمشاركة سميتو الجمعية الوطنية لتجار السمك، ودرنا هذا الحفل هذا بهذه المناسبة، وكان نتمناو لها ان شاء الله عمر مديد والله يطول في عمرهم والاسره الملكيه كلها والله يحفظ سيدنا. وكنشكر الحضور اللي جا واللي شرفونا، وكنشكر الصحفيين اللي كاينين اللي كانوا كلهم لا من جهويه بريس ولا من نبأ، وكنشكر الجمهور الكريم وكنشكركم تنتوما، وكنتمناو هذه الحفلات ان شاء الله ان شاء الله. وكنشكر الفنان الدهيني والفنان زريقه واللي ساهموا معنا، وكنشكر الجميع. جعدر محمد الكاتب العام جمعيه تجار السمك. انا جيت فرحين بهذا الاحتفال اللي كنديروا اليوم، سواء بالميلاد ديال الاميره لاله خديجه او عوده المغرب للاتحاد الافريقي، فهذا الشيء كيفرحنا، وكانت عوده ميمونه، عوده لذاك الفارس المغوار، عوده ديال التركيز المكانه ديال المغرب ورياده المغرب على الصعيد الافريقي. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله المصطفى العدنان صاحب المقام الرفيع والدرجة الرفيعة. في هذا اليوم البهيج وواحد المبادرة جد طيبة بين التجار، الجمعية الوطنية لتجار السمك وجمعية الحكمة للتضامن اللي كدير الرئيسة ديالها السيدة مدام عائشة الرامي. وهذه المبادرة كنطلبوا من جميع الجمعيات يكون هذا التضامن وهذا التناسق وهذه الشراكه، لان تعطي المزيد وتكمل جمعيه اخرى من اجل الوصول الى الهدف، الا هو تحقيق المستويات الاجتماعيه والثقافيه والدينيه بين الشعب داخل المجتمع المدني. ويحتفل هذه الجمعيتين بذكرى عوده ملك المغرب الى الاتحاد الافريقي، وهذه الفرحة إلى هذا الاتحاد لبلد المغرب، عاهل المغرب محمد السادس نصره الله، ملك بلد الأمن والاستقرار، ملك الأمن والسلم والسلام. وذكرى عزيزة علينا أيضا ذكرى عيد ميلاد سمو الأميرة لاله خديجة أطال الله في عمرها وعاش محمد السادس. وهذه جمعية الحكمة ليس الجديد عليها بهذا القيام بهذه المهام، وهي دائما نجدها فعالة وشغوفة وخادمة على المستوى الوطني والمستوى الديني، سواء دار الأيتام بالقصبة سواء دار المسنين. فهنيئا لها وهنيئا لهذه الشراكة. ومن هذا المنبر كنند بأن جميع الجمعيات يجب لها ويجب عليها أن تقوم بهذا التناسق وهذا التضامن للوصول إلى الهدف المنشود. وشكرا لجهوية بريس.